إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. جعل الله تعالى علينا حقوقا لغيرنا. الحقوق التي علينا لغيرنا أعظمها وأساسها وأولها، والذي ترجع إليه كل الحقوق التي بعده، هو حق الله سبحانه وتعالى. وحق الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل لما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا أنزل الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء آية ذكر فيها حقوقا لكثير من الناس أو لناس كثيرين، وبدأ هذه الحقوق أو قدم قبل هذه الحقوق التي لهؤلاء الناس قدم حقه سبحانه وتعالى، فهو رب الناس وخالق الناس سبحانه وتعالى. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر حقوق المخلوقين في هذه الآية بعد حق الخالق سبحانه وتعالى بدأ بذكر الوالدين، بذكر حق الوالدين. كذلك في آيات الوصايا العشر التي ذكر الله تعالى فيها ما ذكر، بدأها الله سبحانه وتعالى بذكر حقه، بذكر هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمر وأعظم واجب، وهو الغاية التي لأجلها خلق الله تعالى العباد، وهو أن يعبد وحده، وأن يخلص الدين له تعالى وحده، وأن يفرد بالعبادة كلها، وأن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. فذكر الوالدين وذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك عظم أمر الوالدين، عظم شأن الوالدين، عظم حق الوالدين، حيث ذكره الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين، آية الحقوق العشرة والآية الأولى من آيات الوصايا. ذكر هذا الحق الكريم العظيم بعد حقه سبحانه وتعالى. كذلك في سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء الله سبحانه وتعالى قضاؤه الشرعي، أمره الشرعي سبحانه وتعالى أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيء. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعدما ذكر هذا الحق العظيم له سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يذكره الله تعالى في هذه الآيات بعد حقه سبحانه وتعالى. كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضوان الله تعالى عليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور.
فما زال يكررها حتى قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ليته سكت شفقة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونفس هذا المعنى جاء في الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر أو أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وفي المقابل تجد أنه بعد حق الله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة يأتي حق الوالدين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. فحق الوالدين حق عظيم، وعقوق الوالدين خطر جسيم. شريعة الإسلام، دين الإسلام، القرآن والسنة فيهما من تعظيم حق الوالدين ما لا تجد مثله في أي شريعة أو كتاب أو قانون وضعي أو دستور أرضي. لأنك تجد أن كثيرا من الناس يرون أن حياتهم لا يمكن أن تنصلح إلا بتنظيم حق لكبار السن، إلا بتنظيم حق للوالدين، ولكن ليست أمة من الأمم يكون عندها في هذا الباب ما عند المسلمين. نحن نتعبد الله تعالى ببر الوالدين، نحن نتقرب إلى الله تعالى بترك عقوق الوالدين. ونحن إذا بدر من واحد منا من المسلمين أي خطأ أو أي زلل أو أي عقوق والعياذ بالله تجاه أحد الوالدين، فإنه قبل أن يرجع إلى والديه وأن يطلب منهما المسامحة والعفو فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره، لأنه علم أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. الواحد منا ينبغي أن يكون حريصا على بر والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، هذا الذي أدرك والديه عند الكبر، أدركهما جميعا أو أدرك أحدهما ثم لم يدخل الجنة. لم يكن بره بوالديه ولم يكن سعيه بالحسن والخير تجاه والديه، لم يكن هذا سببا في دخوله الجنة. أمر الوالدين وحق الوالدين عظيم، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الذي يمكن أن يجازي أباه، أن يجده مملوكا ثم يشتري أباه المملوك فيكون محررا له ومخرجا له من رق العبودية. وهذا أمر لا سبيل له خصوصا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في بيان عظم حق الأم خصوصا يأتيه رجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويقول: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمك. يقول الرجل: ثم من؟ يقول: أمك. يقول: ثم من؟ يقول: أمك. يقول: ثم من؟ يقول: أبوك. هذا حق الأم، هذا حق الأب بعد الأم. رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في الجهاد، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. هذا في محل، طبعا هذا بتفاصيل وبضوابط تتعلق بهذا الأمر، ولكن كثير من الناس لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين بعدم رعاية حقوق الوالدين. فإن حقوق الناس التي جعلها الله تعالى لهم حقوقا هي راجعة إلى حقوق الله، وهي من حق الله، وأنت تقوم بها وتعملها أداء لحق الله، تعبدا لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا ما وجدت غلظة عند واحد من الناس
أو وجد في قلبه جفاء، أو حتى وجد في قلبه كره أو بغض لمن كان أبا له أو أمه، أو من كان قريبا أو ذا صلة به، حتى لو كان بغضه له وكرهه له بحق لكونه كافرا، لكونه فاسقا، فإن هذا لا يمنع البر والإحسان والصلة لمن استأهل هذا وفي الموضع الذي يليق به على ما يحب الله تعالى ويرضى. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ليس فقط أنهما لم يرضيا منك الإسلام والتوحيد، ليس فقط أنهما أصرا على الإقامة على الشرك، بل جاهداك على أن تشرك، حاولا معك كل ما يستطيعان لأجل أن تكون مشركا. نعم، إياك أن تطيعهما، إياك أن تكون تاركا أمر الله لأمرهما، إياك أن تكون تاركا طاعة الله لطاعتهما، حتى ولو فيما دون الشرك، حتى ولو في أدنى شيء لا تطيعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ليس الأمر إذن أن أبا لك يكون عاصيا، أو أن أبا لك يكون مخالفا، أو أن أبا لك يكون عنده ما عنده فتكون له عاقة، أو تكون له مخالفة، أو تريد أن تتخلص من تبعات بره، أو تريد أن تتخفف من حمل أن تكون له مطيعا وأن تكون به بارة وأن تكون مقدما له ما تستطيع من خير وإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تمتنع من شيء يريداه طالما أنه ليس فيه معصية لله. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. للأسف في هذه الأيام تجد أن كثيرا من الأولاد وأن كثيرا من الشباب وبسبب أمور متعددة يلخصها البعد عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن منهاج الله سبحانه وتعالى والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد أن كثيرا من الأولاد وأن كثيرا من الشباب صاروا لا يكادون يعرفون معنى حقيقيا لبر الوالدين ولطاعة الوالدين ولتقديم محاب الوالدين على ما يحب المرء في نفسه وتقديم ما يرضاه الوالدان على ما يرضاه المرء لنفسه. كثير من الناس صارت هذه الأمور عندهم كأنها في خبر كان وكأنها كانت للذين قد مضوا في سالف الأزمان. للأسف تربية الفضائيات، تربية أجهزة التلفزة، تربية المواقع والشبكات، تربية الفيسبوك وتويتر، للأسف هذه التربية لم تأتي عند أكثر الناس بخير أبدا، بل أتت بالشر الوبيل وبأمر في السوء عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار كثير من الأبناء يتكبرون على الآباء ربما لا بشيء، فما بالك إذا كان أكثر مثلا علما ولو في الأمور الدنيوية من أبويه، أو كان أعلى شهادة من أبويه، أو كان يظن أنه يفهم أمورا لا يفهمها أبواه، أو رأى أنه يفهم في جهاز الحاسوب في أجهزة الاتصال والوسائل الاتصال الحديثة أكثر من أبويه. كل هذا للأسف عند كثير من الشباب والأولاد يكون دافعا له إلى العقوق، إلى أنواع من العقوق، إلى مظاهر من مظاهر العقوق، إلى أشكال من أشكال العقوق التي قد تقصد من البعض ولا يبالون، وقد تقع من بعض الناس بدون قصد ولكنها تقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن أهل الإسلام لا نحتاج إلى أعياد تخترع وتبتدع أو تستورد من الكفار والمشركين لكي نعظم حق الوالدين، لكي نكون أهل بر بالوالدين، لكي نكون محتفلين بالأب أو بالأم أو بغير الأب والأم من الأقارب والأصدقاء والجيران والأحباب، فضلا عن أن نحتاج إلى أن يحتفل المرء بنفسه وأن يجمع المرء الناس حوله وحول شخصه ليحتفلوا بعيد ميلاده.
نحن أهل الإسلام الأعياد عندنا من الدين. لفظة عيد هذه أمر ديني عندنا كمسلمين، العيد من الدين، ولهذا لا سبيل عندنا للزيادة في الأعياد السنوية على هذين العيدين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الذي سيزيد شيئا يسميه عيدا فهو يزيد في الدين، لأن الأعياد أمر ديني. أنا بحكم أنني مسلم وبحكم كوني مسلمة فإنني لا يجوز لي أن أزيد على هذين العيدين، كما أنني لأنني مسلم لا يجوز أن أضع شيئا في أمر ديني باختياري، حتى لو قلت لا أنا لا أريد به الدين، أنا أريد به الدنيا، لأن بعض الناس يقول هذا شيء دنيوي، عيد دنيوي ما له وللدين. لا، نفس لفظة الأعياد، نفس شعار الأعياد، نفس حقيقة الأعياد من الدين. ولهذا الذي يزيد شيئا في الدين في الواقع يسميه عيدا، سواء سمي بعيد الأم أو عيد رأس السنة أو عيد الجلوس أو العيد الوطني أو عيد النصر أو ما إلى ذلك، فإنه يزيد شيئا في الدين ويبتدع في الدين، قصد هذا أو لم يقصد. وأنا أكلم من يريد الله سبحانه وتعالى ومن يريد دين الله، هذا المقرر عند أهل العلم المتبصرين. أما من يريد أن يمشي في دينه بهواه وأن يمشي في دينه بالرجوع إلى من يفتيه بكل ما يهوى، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله سبحانه وتعالى في ناس من الكفار أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فاحذر عبد الله أن تكون منهم، واحرص على البصيرة في دين رب العالمين. هذا أمر أول، أن هذه الأعياد أعياد محدثة، والأعياد من الدين، فالذي يحدث عيدا يكون قد أحدث في الدين، قصد الحدث في الدين أو لم يقصد، فهو مبتدع في الدين حتى لو لم ينتبه لهذا. نعم ينبغي أن ينبه، إذا كان لا يدري يعلم، ولكن إذا شخص يقول أنا أفعل هذا ولا شأن لي بالدين، لا، هذا ليس في المسلمين. نحن لم يخلقنا الله تعالى هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أحيانا، وهو الذي بيده أن يميتنا في أي وقت. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ولم يوجدنا ولم يرزقنا ولم يمدنا، ثم هو سبحانه وتعالى يتركنا مفوضين في حياتنا نخترع فيها ما شئنا ونبتدع ما شئنا ونمشي بما شئنا. لماذا أنزل الله القرآن؟ ولماذا أنزل السنة؟ ولماذا قال سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل؟ نسمى مسلمين، اسمنا المسلمون، ونتميز بالإسلام وبشريعة الإسلام ونتمسك بها، ولا نستورد شيئا من غيرنا ولا نتشبه بغيرنا. لا نحتاج إلى عيد حب يستورد من غيرنا. عندنا الحب الشرعي القائم على ما يحب الله تعالى ويرضى بين المؤمنين، بين الأقارب، بين الأصدقاء، بين المسلمين جميعا، بين الرجل وأبيه وأمه، بين الرجل وأبنائه، بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وأصدقائه، بين الرجل وزوجته. عندنا الحب الشرعي القائم على دلائل القرآن والسنة الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. لا نحتاج إلى استيراد أعياد من شذاذ الشرق والغرب يمررون فيها بيننا ما يريدون، ونكون مستلبين مستغفلين منقادين لما يطرحه غيرنا. أرادوا اللون الأحمر، نحن وراءهم مع اللون الأحمر. مرروا بيننا الدباديب، نمرر الدباديب. جعلوا عيدا للأم، نجعل عيدا للأم. جعلوا عيدا للأب، نجعل عيدا للأب. نحن لسنا تبعا لغيرنا، لسنا تبعا لغيرنا، لسنا تحت إطار ما يقرره غيرنا. إن غلب الغربيون فنحن تبع للغربيين، إن غلب غدا الصينيون واليابانيون فنحن غدا سنترك الأعياد الغربية ونحتفل بالأعياد الصينية واليابانية. هذا على نفسه، هذا هو المسلك الذي يراد أن نسير به وأن نكون عليه. نحن أهل الإسلام تبع لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن أهل الإسلام عبيد لله، عباد لله سبحانه وتعالى، نمشي بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نرضى عن الإسلام في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شأن وفي كل أمر. لا نرضى عن الإسلام بديلا، ولا نرى غير الإسلام أقوى مقيلا أو أهدى سبيلا. الإسلام فيه كل خير، القرآن فيه كل خير، السنة فيها كل خير.
يعلم من يعلم ويجهل من يجهل، يفقه من يفقه ويبتعد عن الفقه من يبتعد. إذن أمران: الأمر الأول البدعة في الدين، والأمر الثاني التشبه بالمشركين. هذا مقصد شرعي أن نحافظ على إسلامنا وألا نتشبه بغيرنا. لا يجوز أن نتشبه بالمشركين فيما هو من خصائصهم، فيما هو من ابتداعاتهم، فيما هو من اختراعاتهم. الاحتفال بالأم عندنا منبغ كل يوم على ما يحب الله تعالى ويرضى، بالمعنى اللغوي الشرعي للفظة احتفال. لا نحتاج أننا نأتي في يوم من السنة في 21 من شهر مارس. بعض المسلمين في بعض البلاد الكردية والتركية والفارسية يقولون هذا يوم النوروز، ونحن نحتفل بعيد الربيع وبيوم النوروز. أو مسلمون في بلاد أخرى يقولون هذا عيد الأم ونحن نحتفل بعيد الأم. كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وللأسف عادات وتقاليد تقيدنا وتأخذنا وتصير بيننا كالشيء الراسخ الثابت، لدرجة أن بعض الناس إذا رأى مثلي يتكلم بإنكار هذا على هذا النحو يقول ما هذا الرجل. للأسف هذا الذي يؤطرونه في أجهزة التلفزة وفي القنوات وفي الصحف، يقول هؤلاء المتشددون، هؤلاء المجانين الذين يحرمون عيد الأم. يقول ما الأم أمرنا الله بالاحتفال بها وإلى آخره. ليست المعارضة في هذا. المعارضة أن نكون مستلبين، أن نكون أتباعا للغير يقررون فينا ما يشاءون. احتفلوا بالأم، احتفلوا بالأب، احتفلوا بكذا، احتفلوا بكذا. وعندنا ناس تلامذة لهؤلاء جاهزون لاستيراد كل شيء. وأما النافع فلا يكاد يستورد. الاختراعات الدنيوية الصناعية التي يستفيد منها الناس حقيقة تجد أنه يعترض استيراد كثير منها أمور دنيوية ما أنزل الله بها من سلطان، وأمور محرمة من محسوبيات ورشاوى وتعترض كثيرا من السبل النافعة التي يمكن أن تكون مستخدمة على أحسن وجه. أن تستورد العلوم النافعة حتى تطور بيننا وحتى تكون مستخدمة على ما يوافق شريعتنا ومنهاجنا، هذا شيء يحاربه الأعداء فينا. لا يريدوننا أن نستورد من عندهم كيف نصنع الأسلحة، أو كيف نصنع كذا، أو كيف نصنع كذا، أو كيف يكون الأمر كذا، أو كيف يحسن اقتصادنا، أو كيف يكون أمرنا على نحو كذا في الأطر الدنيوية المحضة. لا يريدون هذا. يريدون أن نستورد العادات، أن نستورد التقاليد، أن نستورد التبرج، أن نستورد التحلل، أن نستورد البعد، أن نستورد العداء للإسلام، أن نستورد السخرية من المسلمين، أن نستورد الاستهزاء بالمتدينين، أن نستورد البعد عن أهل الدين وعن الدين وعن كل شيء يتعلق بدين رب العالمين. هذا الذي يريدون أن نستورده. فلا تظنوا أنهم يريدون بنا خيرا لما يقولون احتفلوا بعيد حبنا أو بعيد أم أو بعيد كذا أو بعيد كذا. وعلى كل حال ومهما قيل ومهما يقال فنحن أهل الإسلام، أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين، رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وألا يجعلنا من أهل النار. اللهم أعذنا من النار وعذابها واجعلنا من أهل الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.